فوسفات في النيل، ميه شرب في الابراهيميه، مترو. الكارثه الثانيه تصوير فيلم اباحي جديد في منطقه الاهرامات. تخيلوا يعني الصوره اهي، ده في منطقه الاهرامات. طبعا الاثار طلعت قالت في بيان بقى ما تفهمش منه اي حاجه، ما تفهمش منه اي حاجه البيان ده، هل الفيلم ده اتصور ولا لا؟ كل الحكايه ان هي بتقول ان شرطه السياحه هي المسؤوله، شرطه الاثار هي المسؤوله عن الحكايه دي. لا حد يفهمنا. المصيبه بقى الكبيره، يعني شوفوا اللي حصل ده مصايب، يعني كوارث، كوارث ما نقدرش نقول عليها غير انها كوارث. تخيلوا بقى في دولة احنا بنقول احنا بعد ثورتين، وان احنا عايزين، وان احنا بنأمل ويبقى عندنا عاصمة إدارية جديدة وشكل مصر وشكل مصر قدام الأجانب، واحنا محتاجين يبقى كذا وكذا. تخيلوا لما حمار يخش مطار ويفضل يتمشى براحته، محدش عارف ده دخل ازاي اصلا. اهو بص حمار اهو، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كان لابس طاقية لخفه مثلا، كان لابس طاقية لخفه. حمار يخش المطار عادي وداخل بيتمشى عادي جدا مفيش اي حاجه. والله الحمار ده ولا كان معاه جواز سفر ولا تصريح ولا داخل واخد تأشيرة ولا معاه واسطة ولا شغال، اكيد مش شغال في المطار يعني